كما سبق وأن ذكرنا كانت أزمة البحرين ميدانا خصبا للإعلام الكاذب الذي تفنن في قلب الحقائق وتلفيق الأكاذيب، ولم يكن ذلك صدفة، بل هو جزء من المؤامرة التي تعرضت لها مملكتنا الغالية. وفي الراصد نقف اليوم مع واحدة من تلك الألاعيب الرخيصة والتي لم تراعي المشاعر الإنسانية في أصعب ظروفها. نشاهد معا ما نشرته تلك الوسائل عن وفاة فتاة خلال أحداث البحرين والحقيقة المختلفة التي يرويها والد تلك الفتاة رحمه الله. طبعا أنا الوالد جواهر، اسمي رياض عبد الكريم كويتان. بنتي طبعا عمرها 16 سنة في ثاني ثانوي في مدرسة وفاء ثانوية للبنات. بنتي تعرضت لوقعة صحية بتاريخ 5/3، على ضوءها ترقدت في المستشفى الأمريكي نفس التاريخ اللي ذكرته. عقب 3 أيام سووا لها ديسشارج ورخصوها المستشفى. خدناها للمدرسة، عقب ما رخصوها راحت اتصلوا لي المدرسة على أساس البنية تعبانة. بالفعل اتصلت والدتها ورحت أنا استلمتها من المدرسة وخدتها والدتها وودتها البيت على أساس بنتقلها مرة ثانية للمستشفى الأمريكي. في أثناء هذه البنية تعبت وطاحت في الحمام علينا. طبعا الوالدة ما عرفت تتصرف، بغت تتصل في قوة الدفاع المدني، دورت المفاتيح ما حصلت مال الحمام، اتصلت لي كنت أنا في سوق المدينة. طلعت من السوق رحت للحمام، بطلت الباب وشلت البنية. أخذت البنية ودتها المستشفى الأمريكي. أخذوها من الأمريكي إلى الليل يابوها بالإسعاف عن طريق مستشفى الأمريكي، نقلوها عن طريق السلمانية، قالوا فيها عندها ورم في الدماغ. إيش فيها؟ قالوا ما عندنا أجهزة، السلمانية عنده. هاي بتاريخ في الليل. وعقب ما نقلوها بالإسعاف على أساس يسوون لها أشعة مغناطيسية. تمت عندهم في الطوارئ مع المرضى، كان جدا زحمة في الطوارئ. تمت زوجتي ما عندها ما حد تقعد مع البيت، ومكتوب لها التقرير اللي هي ايسوليشن، اي مرض معدي او تنعدي من اي شخص ما تتحمل. فما حصلنا لها سرير، فاضطريت اجيب سرير مال المرضى وخليت زوجتي معاها للصبح على اساس نحصل لها سرير. ما حصلنا سرير. تعبت البنت وحطوها في الانعاش الاي سي يو الارضي. قالوا لي يبون عينه من ظهرها لان ما نعرف شنو مرضها. وقعنا لها لياخذون عينه من ظهرها، كان حتى اصابعها ورجلها تتحرك. بعدين تعبت ونقلوها من الانعاش الارضي الى 205 في الدور الثاني. رقدوها في الدور الثاني. صارت احداث، شالوها من الاي سي يو من 205 قطوها في 52 سي سي يو ايام الاحداث. طبعا احنا ما قطعنا زيارتها من والدتها، من انا ما قطعنا زيارتها يعني. ليش؟ قالوا لان في ما ادري شنو زحمه وشالوا البنت من الاي سي يو ودوها الاي سي يو 52. اوكي، الدكاتره ما كانوا يوم. زوجتي نتصل حتى على الاردن عشان يكلمون الدكتور، يقول لك عندما ما نقدر نكلم احد. شلون؟ قالوا حالتها كلش سيئه، بيسوون لها أشعة مرة ثانية. سووا لها أشعة مرة ثانية، صارت اوكي. قالوا بيسوون لها عملية، من يفتحون لها دي. صارت حالتها أكثر، اضطروا ما يسوون لها العملية. نزل الأكسجين الأمس اللي هو اليوم اللي معه. كنت أنا رحت الصبح وبعدين أخذنا تصريح من السلمانية لأن كان زوجتي ممنوع عليها على حسب اللي هو الأمن، وبالعكس عطونا بعدين التصريح وسلمت نسخة لزوجتي واستلموا الأمن نسخة واستلمت عندي نسخة وعندي معها بترون براكم يوم. طلعت أنا من المستشفى على أساس أروح أخذ عشاء لليهال. اتصلت زوجتي قالت لك البنت تعبانة. رديت قطيت العشاء ورديت رجعت المستشفى. رحت لها على الأجهزة قالوا البنت توفت. زين، طلعنا اليوم أخذنا تصريح أخوي من العسكرية، أخذنا على أساس تصريح حق الدفان والماتم. واحنا في الدفان يتصلون لي في مسجات تنزل في فيسبوك ما ايش يسمونه والانترنت، يقولون لبنت شهيده في احداث الجامعه. لا يكون صحيح. الاسم قالوا اسمها جواهر عبد الامير كويتان.
طبعا اللي انا اعرفه عندنا واحد اسمه عبد الامير كويتان اسمه رياض، على نفس الاسم بس في الجواز اسمه عبد الامير، ولا هو متزوج. شلون نزل الخبر؟ عقب فتره سمعنا اتصالات يقولون اكو في تلفزيون العالم وتحادثت الجرايد. هاي مو صحيح. اتصل اخوي في الجريده، وبالفعل جاوا لنا جريده البلاد، تم اللقاء. طبعا العائله تستنكر هذا الشيء وهو غير صحيح. اول البنت عمرها 16 سنه في ثاني ثانوي ولا في الجامعه. الشيء الثاني هي اسمها رياض، جواهر رياض، ليس جواهر عبد الامير. الفليش هاي الانترنت وهالاشياء يصير على عائلتي. احنا تربينا في فريق اسمه فريق الفاضل، سنه وشيعه ما في اي مشاكل، ولا زلنا ما في مشاكل. والدليل انا كنت اشتغل 5 سنوات في المركز الصحي مال المحرق، وانا كنت اجازه من شهر 3، وكان تنسيق بين المسؤولين جزاهم الله خير، اعطوني الاجازه اللي كنت طالبهم فيها، مشتغل من شهر 12 وشهر 2. وهذا اللي صار. يعني الواحده متوفيه عمرها 16 سنه، ما لها دخل لا في السياسه ولا لابوها لها في السياسه. واخوي عسكري يخدم الداخليه، وابوي صفار. يعني انا من عائله متوسطه، لا لنا لا في السياسه ولا في شيء. يعني حرام يدخلون بنتي عمرها 16 سنه على اساس في احداث الجامعه، وبنتي ما كان لها اي شيء. وانا كأب مسؤول عن هذا الشيء، انفي هذا الشيء. والتصريحات اللي يقولون الاب طلع فيها في الانترنت هذه غير صحيحه.